عندنا البرازيلي بقى الجديد الاسمر بتاع الزمالك، اللي هو ده انا شايف ان هو هيبقى لاعب. هو يعني قصير كده بس قصير مكير يعني. الراجل ده خد راجل المباراة، جاب جون باسيست عالمي من عبد الله السعيد، وكمان عمل اسيست لشيكو بنزا في الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني في الدقيقة 48. الكرة عدت ما بين رجل ابو جبل، وهدف يسأل عنه ابو جبل لان الكرة كانت ضعيفة جدا وفي الامكانية ان هو يمسكها، ولكن خانته الكرة ودخلت ما بين رجليه، وكان الهدف الثاني. بعدها على طول الونش بيحط هدف عكسي. كان عمل فاول بعد نص الملعب بشوية وقبل منطقة الجزاء، عمل فاول من ناحية الشمال. الكرة اترفعت داخل المنطقة، جه يطلعها بالغلط، دخلت في مرماه. الونش كان حط الجون بتاع مودرن سبورت في مرماه بالخطأ يعني. وفي المباراة دي كمان كان في تعديلات كده تكتيكية من المدرب، اللي احنا بنقول ان يانيك فيريرا مع الكابتن مجدي عبد العاطي كان في مناوشات ما بينهم داخل الملعب، ولكن في النهاية الزمالك كسب بالخبرات 2-1. عندنا ان شاء الله مباريات الجولة الرابعة. طبعا الاهلي ما لعبش الاسبوع الثالث لان كل جولة بيبقى فيها فريق راحة، بيقولوا عليها الفرقة دي باي، يعني بره الماتشات. كل اسبوع بيبقى فيه فريق بره الماتشات. الجولة الرابعة هيبقى فيه سيراميكا كليوباترا هو اللي راحة وهياخد الاسبوع ده راحة. عندنا مباراة الجولة الرابعة ان شاء الله هتكون الاتحاد والبنك الاهلي، انبي والجونة، طلائع الجيش والاسماعيلي. عندنا زد ووادي دجله هيلعبوا يوم الاثنين، غزل المحله والاهلي في استاد غزل المحله الساعه 6 برضه يوم الاثنين، بيراميدز ومودرن سبورت وبتروجيت والميول العرب. وفي مباريات هتتلعب يوم الثلاثاء، تبقى كهرباء الاسماعيليه مع سموحه، والزمالك وفاركو، وحرس الحدود والمصري. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما ننساش نعمل لايك على الحلقه دي، وان شاء الله تدعمونا ونشوفكم